يا أهلا بعزيز المربي. بلل الفرشة تحت الفراخ مشكلة كبيرة أوي وبتخسرك كتير. تعال نتعرف عليها ونحلها في كلمة ونص. بلل الفرشة هيحسس الفراخ بالبرد والكتاكيت أكتر. كمان بلل الفرشة هيعمل إسهالات، هيرفع الأمونيا، هيعمل التهاب في العيون، هيقلل النمو وهيزود النفع. الأسباب اللي ممكن تعمل كده: السقايات منخفضة زيادة عن اللازم أو بتسرب، النبل ضغطه عالي، في علف واقع حوالين السقايات، في كثافة عددية زيادة في المكان، أو بنستعمل فرشة سيئة أو بسمك قليل. حل المشكلة دي: لو شفنا بلل لازم نشيله فورا ونحط مكانه نشارة جديدة أو تبن جديد. نرفع السقايات أو النبل بالقدر المطلوب ونظبط ضغط النبل أو ضغط السقاية جنبه بالمعيار المناسب. نستخدم فرشة بسمك حوالي 5 سم في الصيف، 7 سم في الشتاء. كل عمر له كثافة معينة نلتزم بيها. لو في صيف بنبدأ نستلم على 30 ل 40 كتكوت على المتر الواحد، لو في شتاء 40 ل 50 كتكوت على المتر الواحد، ونبدأ نقلل لحد ما نوصل لنهاية الدورة من 10 ل 15 طائر على المتر على حسب تجهيز العنبر وإمكانياته. لو في أي تسريب في نظام الشرب لازم نخلي بالنا منه قوي ونحل المشكلة بسرعة. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.